استمعوا إلى المعمم الرافضي جعفر الإبراهيمي كيف يتطاول ويفتري على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام أقبل العيد، اجوا الحسن والحسين الحسنان لأمهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قالوا لها نريد ملابس جدد للعيد. قالت لهم أنا ما عندي إمكانية، لحوا عليها صاروا يمشون، قالت إن ملابسكما عند الخياط، يعني كذب طبعا ماكو عند الخياط، فيقول هي كذبت عليهم حتى سكتهم. فاطمة رضي الله عنها أجل وأشرف من أن تكذب على ابنيها من أجل أن تسكتهم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأنا أستغل فرصة أغربل للتأريخ، أشوف كافي ضحك على الذقون، أصعد على المنبر وأروي لي رواية وصاحت الناس صلوا على وشنو الهوسة كرامة يفترض والمنقبة أن تكون مثلا أقول لي أنت خليتنا فكرة، مثلا الرواية اللي يقول عندنا ويروها ويصيحون بها صلوات، بس مو نسوي صلوات إذا كملت ترى ما لها صحة. مثلا على سبيل المثال يقول فرد يوم من الأيام أقبل العيد، اجوا الحسن والحسين الحسنان لأمهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قالوا لها نريد ملابس جدد للعيد. قالت لهم أنا ما عندي إمكانية، لحوا عليها صاروا يمشون، قالت إن ملابسكما عند الخياط، يعني كذب طبعا ماكو عند الخياط، فيقول هي كذبت عليهم حتى سكتهم. الآن اجت ليلة العيد، هسه ما أدري هذا من موارد جواز الكذب، وحتى لو جاز على غير الزهراء لما استخدمته فاطمة سلام الله عليها. ليش؟ لأنه هذول من الناس حسنات الأبرار سيئات